أعزائي المشاهدين، متابعين كرام أبو إدريس، أهلا وسهلا بكم. متنساش تعملوا متابعة للقناة وفوليو وتفعل زر الجرس، مش هتخسر حاجة يعني لو عملت اشتراك للقناة. النهاردة إن شاء الله الأهلي هيقابل بيراميدز في نهائي كأس مصر. طبعا كالمعتاد جمهور الزمالك كله هيشجع بيراميدز، إن جمهور الزمالك بيشجع أي فريق بيقابله الأهلي، أي فريق في العالم، حتى لو فريق إسرائيلي هيلاعب النادي الأهلي هتلاقي جمهور الزمالك بيشجع النادي. النهاردة إن شاء الله التشكيلة المتوقعة: الشناوي، خط الدفاع محمد عبد المنعم ورامي ربيعي، علي معلول، محمد هاني، خط الوسط عمرو السلي، مروان عطية، صانع ألعاب قفشي، هيلعب قدام علي معلول عبد القادر، قدام محمد هاني هيلعب بيرسي تاو، وخط الهجوم كهربا. وإن شاء الله الأهلي يفوز على بيراميدز، لأن إذا فاز بيراميدز 10 سنين هتلاقي التحفيل شغال من جمهور الزمالك على النادي الأهلي. إن شاء الله الأهلي هيفوز النهاردة، مع إن الحكام كلهم رقم التحكيم النهاردة والغندور اللي هو قاعد على الفار كلهم زملكاوية بحت. فيعني أي هدف في شك 1% هيتلغي، ولو هدف صحيح من جوا المنطقة بردك هيتلغي، لأن معروف الحكام المصريين يقولهم للزمالك عشان تفوز لازم تحط يعني الأهداف بتاعتك من برا ال18، أو تكون متأكد إنها يعني ما فيهاش شك في المية، يعني 1% ما فيهاش شك. لأن طاقم التحكيم كل النهاردة جايبونا على الفرازي، كلهم بيكرهوا النادي الأهلي اللي هم جايبينهم النهاردة يحكموا المباراة. هي المباراة بتوقيت مصر الساعة 9:15، وبتوقيت هني 10:15. نتمنى إن شاء الله المباراة يعني تبقى في روح الرياضة، ما تخرجش عن كده، مع إن اللهم صل على محمد، بيراميدز عامل مكافأة كبيرة إذا فاز على الأهلي، وعبد الله السعيد عامل مكافأة للاعيبة إذا فازوا على الأهلي. طب ادفع اللي عليك الأول وبعدين اعمل مكافأة. فإن شاء الله النادي الأهلي هيفوز. أول امبارح كانت في مباراة النادي الأهلي كرة اليد، فاز بالدوري المصري، قطعوا عنا النور، خلوش كمل الاحتفالية، مع إن لو الزمالك اللي فاز ما كانش قطع النور، كان قاعد الحفلة للصبح. لكن عند النادي الأهلي لا، يقطع النور عادي. النادي الأهلي تبع الشعب، وأي حد تبع الشعب دوسه بالجزمة حطه تحت رجلك عادي. لكن لو الزمالك ما كانوش قطعوا عليه النور كان سووه يحتفل، يعني الله المستعان. فما تنساش تعمل متابعة للقناة وفولو، تشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.